العيب في البيوت والعائلات المصرية اللي سابوا أولادهم وما اهتموش بيهم، اللي بيبعتوا أولادهم لسماسرة وتجار الدين. البيوت اللي بتبعت أولادها لواحدة زي فدوى مواهب عشان تعلمهم القيم والأخلاق هي بيوت أهملت في حق أولادها، بيوت مش فاضية تربي أولادها، وده أكبر خطر على الأولاد. فدوى مواهب اللي بتدخل سموم وأفكار تطرف وغلو في عقول بريئة، عقول عايزة اللي يرعاها يعلمها الرحمة، يعلمها الحب، يعلمها الإنسانية، مش يعلمها التشدد. فدوى مواهب عرفت الطريق اللي تكسب بيه الملايين، مداعبة الغدة الدينية. راحت خدت لها كورس وابتدت تعمل لها سنتر وتكلم الأولاد بأفكار كلها شر. تخيلوا لما تقول الولاد ما تلبسوش هوت شورت قدام مامي وبابي، تخيلوا ان واحدة بتزرع في دماغ الطفل فكر التحرش وفكر الخوف من الام والاب. الام والاب اللي اكتر اتنين بيخافوا على اولادهم وبيرعوهم وبيفدوهم بارواحهم. والغريب بقى في فدوى مواهب انها بتقول الشيء وتعمل عكسه. يعني طلعت في الفيديو بتقول للبنات ما تلبسوش الهوت شورت قدام مامي وبابي علشان دي عورة وغلط، فكر في منتهى الخطورة، وتقوم رايحة ملبسة بناتها الهوت شورت في جنينة الفيلا يتدربوا ملاكمة مع المدرب عادي، وبناتها يروحوا يحضروا مناسبة يلبسوا فساتين السواريه قدام المطرب تامر حسني عادي. ازدواجية معايير غريبة، لكن دي المتاجرة بالدين والمتاجرة بالفضيلة، وهي ما بتطبقش الكلام على روحها. طب الأولى طبقيه على نفسك. فدوى مواهب اللي تطاولت على مصر وشعبها وكتبت تغريدة بتقول مصر أم الدنيا. طب أبوها اللي سايبها متبهدلة صايع فين؟ مصر لما تيجي تتكلمي عليها يا فدوى يا بنت مواهب تتكلمي بأدب واحترام. مصر دي دولة عظيمة وشعب عظيم. مصر دي اللي بتتريقي عليها أبوها اللي بتتكلمي عليه ده هو اللي لمك من الشارع وخلى ليكي صوت وبتعرفي تتكلمي وبقى ليكي حد بيسمعك تتكلمي بأدب عن مصر، مش تتريقي عليها. مصر أم عظيمة وشعب عظيم، علم العالم الحضارة والفنون والصناعة والزراعة والعمارة والطب. رسالة لكل بيت مصري: احموا أولادكم من سماسرة وتجار الدين، احموا أولادكم ان تعلموهم القيم والأخلاق والحب وقبول الآخر اللي مختلف معاك. ما تسيبوش أولادكم فريسة لناس تنشر أفكار سموم، ما تسيبوش أولادكم لناس تعلم أطفال بريئة الغل والحقد. خلوا أولادكم قدام عينيكم، احتضنوهم، علموهم الفن، علموهم الرياضة، القراءة، يشغلوا عقولهم، لأن العقل نعمة ربنا اللي يحمي كل إنسان من كل فرد متطرف وبينشر الجهل والتطرف والتشدد. أنا بقول الكلام ده لأن الأطفال بتتأسس وهي صغيرة، يا إما يكونوا أسوياء في المستقبل ويقدروا يخدموا المجتمع اللي عايشين فيه والبلد اللي عايشين فيها، ويكونوا إضافة للمجتمع بعلم، ويكونوا إضافة للمجتمع باكتشافات واختراعات، مش بنشر أفكار تطرف وجهل. احموا أولادكم من كل تجار الدين.